آدم أخويا الكبير مختفي بقاله أسبوعين لحد دلوقتي. دورنا عليه في كل مكان بس ملهوش أي أثر. فص ملح وداب. ماما بقت في حالة نفسية وحشة قوي. أخويا الصغير إياد بقى نادرا لما يضحك. أنا بحاول أكون قوية بس أنا من جوايا العكس. أما بابا بقى فحقيقي مش قادر أحدد موقفه. ساعات بحسه قلقان جدا ومش قادر يستحمل اللي بيحصل، وساعات بحسه مش فارق معاه أصلا. والأغرب بقى إن ساعات بحسه راضي عن اللي بيحصل أو مبسوط إن أخويا اختفى. وتمر الأيام ومفيش أي اختلاف، أخويا لسه مختفي. أيام اختفائه بتزيد ومعاها القلق والتوتر والحزن بيزيدوا. أخويا بقى مختفي بقاله شهر ومفيش حتى طرف خيط نقدر نمشي وراه ويدينا أمل في رجوعه. الساعة كانت 1 تقريبا. قلقت من نومي وقمت من سريري عشان أروح الحمام. وأنا رايحة سمعت صوت في الصالة، ولما دققت جامد لقيته صوت بابا. كان بيتكلم في الموبايل وموطي صوته قوي، عشان كده للأسف ما قدرتش أعرف هو بيقول إيه. فقررت إن أراقب تصرفات بابا عشان اللي شفته ده مش طبيعي ورا حاجة. دخلت أوضتي من تاني ونمت، وبعدها بشوية اتفاجئت ببابا بيصحيني بطريقة مفزعة. كان عمال يزعق بصوت عالي فيا وهو بيقول لي: قومي يا اختي قومي، اصحي كلميني. في ايه يا بابا؟ بتتصنطي عليا؟ فاكراني مش هاخد بالي؟ اتصنط عليك ايه يا بابا؟ انا نايمه. انت تستعبطي؟ قومي قومي. اقوم ليه طيب؟ طب خلاص خلاص، انا فعلا قمت من النوم عشان ادخل الحمام، ولما لقيتك بتتكلم في الموبايل رجعت تاني، بس والله ما سمعت حاجه. برضه هتقومي معايا؟ على فين طيب؟ صوتنا بقى عالي وانا بقيت عماله اصرخ وهو عمال يزعق. ماما قامت من النوم هي واخويا. اخويا وقف يتفرج من بعيد، وماما حاولت تتدخل وتهدي بابا بس مفيش فايدة، كأنها مش موجودة. العصبية اللي بابا كان فيها مش طبيعية وغريبة علينا جدا. بابا مش بيتعصب كتير أصلا، وحتى لو تعصب فهو عمره ما وصل للمرحلة دي أبدا. ده غير انه دلوقتي متعصب زيادة عن اللزوم، والموقف مش مستاهل كل ده. الحاجات الغريبة ما وقفتش لحد هنا. بابا فجأة هدى مرة واحدة بطريقة كلنا استغربناها وما بقيناش فاهمين السبب. سابني ودخل اوضته وهبد الباب جامد. ماما واخويا فضلوا قاعدين معايا شوية. اللي حصل ده خلاني اصمم اكتر اني اراقبه. في حاجة غلط وانا لازم اعرفها. وفعلا بدأت اعمل كده واشوف بابا بيعمل ايه وبيكلم مين. قعدت يومين على الحال ده ولاحظت فعلا ان في حاجة غلط. بابا متوتر اغلب الوقت. بابا مش بطبيعته خالص. بابا مخبي حاجة، وحاجة كبيرة قوي كمان. كنت قاعدة بالليل لوحدي فاتحة التلفزيون. ماما واخويا ناموا عشان الوقت خلاص بقى متأخر، ورغم كده بابا لسه مرجعش من بره والساعة داخلة على 2. قررت اني اقوم انام انا كمان. بس وانا بقوم من مكاني باب البيت اتفتح. دخلت جري على اوضتي قبل ما بابا يشوفني. استخبيت وفضلت مراقبة بابا من الأوضة. بابا دخل الشقة وقعد على الكنبة وفضل ساكت شوية عمال يفكر. ملامحه كانت بتقول إن في حاجة. لقيته فجأة قام من مكانه واتحرك ببطء غريب قوي. كان داخل الأوضة، بس مش أوضته هو وماما، لأ، ده داخل أوضة إياد. اتسمرت مكاني ومبقتش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. مليون سؤال جه في بالي اللحظة دي. بابا داخل أوضة إياد دلوقتي ليه؟ وليه متوتر وقلقان بالشكل ده؟ وليه اتأخر لحد دلوقتي بره؟ وفي ايه مخبيه؟ وبسبب كل ده ما كانش ينفع اني معملش حاجة. اتحركت ببطء انا كمان ومشيت ورا بابا. كان لازم اعرف الاول هو ناوي على ايه. بابا دخل الأوضة وقرب من سرير اياد وفضل باصصله وهو ثابت مكانه وساكت. وبعدها بثواني لقيته بيتكلم مع اخويا اللي هو نايم وفي عالم تاني اصلا مش سامعه ولا حاسس بيه. بدأ كلامه وقال:
سامحني يا اياد، صدقني هعمل كده غصب عني. لو ما عملتش كده كلنا هنموت. سامحني اني هاخدك انت كمان زي اخوك ادم. هما قالوا لي لازم يكون في بديل لادم اللي راح. انا اتصدمت من اللي بسمعه. ادم راح؟ ادم مات؟ بابا هو السبب في اللي حصل ده وفي اختفاء اخويا؟ هو السبب في موته؟ بابا يعمل كده؟ وعشان ايه وازاي؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي في المصيبة دي؟ انا لازم الحق اياد قبل ما يحصل فيه زي ما حصل في ادم. لازم انقذ اخويا. فكرت بتركيز قبل ما اتصرف واعمل اي حاجة. ما كنتش عايزة اتسرع واتسبب في ان اخويا يتأذي بدل ما احميه. وبعد التفكير لقيت ان الحل المناسب اني ما اتصرفش لوحدي في موقف زي ده. لازم يكون في حد معايا. انا مش هقدر اتعامل مع بابا وممكن الامور تسوء اكتر. وعشان كده انا لازم اروح لعمي اللي موجود معانا في نفس العمارة واحكيله بسرعة اللي بيحصل وهو يتصرف بطريقة صح. اتحركت من مكاني بسرعة ومن غير ما بابا يحس بيا. فتحت باب الشقة ونزلت الدور اللي تحت مننا. خبطت على الباب جامد وضربت الجرس كتير وانا متوترة وقلقانة ومستعجلة. عمي فتح لي الباب، اتفاجئ بيا وسألني: خير يا أميرة؟ في حاجة ولا ايه؟ الحقني يا عمي. وحكيت له بسرعة اللي بيحصل. فطلع في ساعتها معايا هو وولاده الاتنين. ولما وصلنا للبيت ودخلنا الأوضة كان بابا شايل إياد. عمي سأله: بتعمل ايه؟ مفيش. اياد صحي قلقان من النوم وجالي الأوضة يشتكيلي انه مش عارف ينام، فخليته ينام جنبي ولما راح في النوم شلته وجبته على هنا. طيب تمام، اتفضل حطه على السرير ولا انت هتفضل شايله كده؟ وفعلا حطه على السرير. وبعدها بصلي بصة غريبة قوي كأنه بيقولي: طبعا انت السبب في اللي بيحصل ده، حسابك معايا بعدين. عمي لاحظ نظراته ليا فقال لبابا: بقولك ايه، كنت عايز اتكلم معاك شوية. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. وطلع بابا مع عمي يتكلموا بره، وكده كده ولاد عمي كانوا مستنيين في الصالة وانا فضلت مع اخويا في الأوضة. وبعد ثواني ناديت على عمي بعلو صوتي وانا بقوله: الحقني يا عمي، اياد مش نايم طبيعي، اياد متخدر.